السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليدكم بجديد. اليوم ان شاء الله معنا هاد لي طارتيلات. شوفونا شحال شابين هاد لي مول تحفه. يعني تقدري تاكلي نص نتاع سيترون نص تاع شوكولا، كما تقدري ديري فريز فاني، لكن اختيار في يعني لك اختيار في الذوق تاع الكريمه اللي ديريها. ها هي معنا، يلا ما عليكم غير تبوا معايا للاخر باش تكتشفوا الطريقه. متاكده ان حديروا بها حاله هذا شهر رمضان باذن الله. يلا تبعي معايا للاخير. نبداو بالعجينه هي الاولى. العجينه واش فيها؟ عندي هنا لا مارغرين سول، هذه فيها 250 غرام، اللي راح ندير 125 غرام. معناتها راح نقسمها على 2. هكذا اللي ما عندهمش الميزان يقدروا يحسبوا 250 نقسميها على 2 هي 125 غرام. بطبيعه الحال لازم تكون طريه. اللي راح نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر كلاص، سكر رطب، بيضه كامله، نديروا حبيبه نتاع البيض. اللي رايحه نزيد عليهم مغرفه صغيره نتاع لافاني، نديروا مغرفه صغيره نتاع لافاني، ونزيد عليهم يا ربي هكذاك واحد 2 مغارف كبار نتاع الزيت. انا نحب نزيد الزيت، وراح ندير لهم رشه كي نقولوا رشه خفيفه فقط تاع خميره الحلوى. نخليها لهنا حتى في من بعد ونبدا نخدم بها. اذا نخلط مليح هذيك لا مارغرين مع السكر والبيض ولافاني و2 مغارف كبار نتاع الزيت. اذا نخلطهم مليح. ندير شويه نتاع الفرينه، وكما سبق وذكرت رشه فقط، يعني قبيصه صغيره تاع خميره الحلوى، ما نكتروش بزاف. ونبقى نزيد في الفرينه حتى تلملي العجينه ونتحصل على العجينه اللي تكون طريه. اذا هاي العجينه معنا كما لاحظتوا لميتها غير بصباعي هكذا باش تجي الطريه وما تجيناش يعني ما توليش الاستيكي ويجونا هشاش. راح نستعمل انا هاد ليمون. شوفوا هاد ليمون شحال شابين. البنات خرجت البارح صبتهم شريتهم، قلت لازم نتقاسمهم معاكم، يعني فكره تحفه تحفه تحفه. هكذا راهم يتباعوا، شفتوا يعني نص حبه كي نطيبوهم حبه مع حبه تولينا حبه لي طارتيلات، وكل وحده نديروها بذوق. اذا نحكم العجينه نديرها هكذا في الوسط، يعني وراح ندير لنا 125 غرام. ندير لك كميه لاباس بها. اذا نخدم غير هكذا بيدي بلا ما ندهنهم، لانه العجينه فيها لا مارغرين، يعني ما تخافوش منها. نحو هذوك الاطراف غير بيدي ولا بالموس كيما حبيتوا هكذا. شفتوا؟ نزيد وحده، ندير كميه مليحه تاع العجين، من بعد نحي هذيك الزياده. اذا بعد ما كملت عمرت هاد ليمون تاوعي نقلبهم هكذا بالفرشيطه وندخلهم من الفرن على 170 180 درجه حتى يطيبوا. انا نحبهم محمرين شويه ونخرجهم ونكملوا الوصفه نتاعنا. دوك مادام لي فون دو طارت راهم يطيبوا نوجدوا كميه نتاع لا كريم او سيترون. واش فيها نص كاس نتاع عصير الليمون. انا درتو مركز، تقدري ديري نص عصير ليمون نص ماء، كل وحده والذوق تاعها. كاين يحبوا الليمون بزاف، كاين يحبوا الليمون شويه. راح نزيد عليهم نص كاس نتاع السكر عادي، نزيد معاهم بيضه كامله بهذه الطريقه، مغرفه صغيره معمره مليح نتاع لا مايزينا اللي هي بالتقريب نص مغرفه كبيره. نخلط كل شيء بارد في بارد، من بعد نديرها فوق النار ونبقى نخلط فوق النار. هنا لازم نفوي ماشي المغرفه، نبقى نخلط حتى تبدا تختار لي الكريمه نتاعنا. اذا هاي الكريمه نتاعنا، شوفوا هاي بدات تغلي، غير تبدا دير هاد الفقاعات نطفي عليها ونزيد عليها 50 غرام تاع لا مارغرين. هنا بقات لي 125 غرام النص نتاعها، يعني بالتقريب مغرفه كبيره معمره مليح نتاع لا مارغرين اللي حنضيفها على الكريمه تاعنا. ومادام الكريمه راهي سخونه رايحه تذوب لنا هذيك لا مارغرين. اذا نبقى نحرك ماشي فوق النار، نحيها من فوق النار ونزيدوا لها هذيك لا مارغرين ونبقى نحرك حتى تذوب لنا تماما. هاهي معنا، شوفوا اللون تاعها بزاف شباب
ولازم الفوي، ناكد على الفوي باش الزبده ما تخرجناش من الكريمه. من بعد واش ندير؟ نفرقها هكذا في طبسي، ندير لها ان فيلم اليمونتير اللي يكون يلامس السطح هكذا، لازم يلامس السطح باش ما تربلناش هذيك القشره وما يتندناش، ونديرها تبرد حتى الوقت اللي نجي نمونطي فيهم، يعني يطيبوا لي فون دو تارت ويبردوا. من بعد ما طابوا راح يتنحاو بكل سهوله. شوفوا نحيهم، ها هما معنا، شوفوا الشكل تاعهم شحال شباب. نحكم ان بابي هكذا في يدي ونمسحهم مباشره. انا هاد لي مول ما نغسلهمش البنات، هكذا غير نكمل نمسحهم ديريكت هكذا ونخبيهم. من بعد ما بردت لي لا كريم او سيترون تاعنا نحكمها، نحينا هذاك الفيلم اليمونتير اللي درتو ونخلطو هكذا باش تعاود تطرالنا. شوفوا الكريمه تاعنا هايله. بعد واش ندير؟ نحكم نعمر لانهم صغار ما راح يدونا كامل بزاف، بمساعده سباتول ندير لهم هكذا. يلا واش رايكم؟ دوك انا شحال حنعمر؟ حنعمر 10 برك، والاخرين نديرهم بذوق اخر. اذا نعمر هكذا ندير بلا سباتول. حنا المهم تعمرنا مليح كامل بهذه الطريقه. يعني شوفوا شحال بقات لي نصف الكميه، يعني هكذا باش ديري حسابك شحال ديري كريمه الليمون. كيما انا باغ اكزومبل مثلا عندي لي فون دو تارت نقدر نعمرهم بهذه الكريمه. اذا والجزء الثاني عندي هنا كميه نتاع الكراميل اللي درتها هكذا في كيس، وندير في القاعده نديرو غير شويه، تقدري ما نديري شويه نتاع المكسرات كيما حبيتي. اذا ندير غير كميه قليله نتاع الكراميل هكذا في القاعده، مش راح تاكلنا بزاف يا ربي زوج مغارف كبار. بعد واش راح ندير؟ عندي هنايا 50 غرام تاع الشوكولا، راح ندير لها نص علبه نتاع الياغورت طبيعي. انتيا لا عرفتي المقادير ديري علبه كامله و100 غرام تاع الشوكولا، ولا درتيهم كامل شوكولا. انا بما انه درت نصف الكميه رايحه نسخنو فوق النار يسخن فقط، ما نغليش، يذوبوا مع بعض ونجي لكم. اذا ها هي معنا، شوفوا غير يذوب فقط، ما نخلوش يغلي ونحوهم فوق النار. اللي تكون عندها مثلا لا كريم فريش ديري ربع كاس نتاع لا كريم فريش مع 50 غرام نتاع الشوكولا. من بعد واش ندير؟ انا رايحه نعمر هاد لي طارت تاع لي فون دو طارت تاعنا فوق يعني نعمر مباشره بالكسرونه بطريقه، شفتوا هي تجي جاريه. من بعد رايحه تنشف وتشد روحها، وكي تشد روحها ماشي راح تجي يابسه ولكن تجي طريه. اذا نكمل نعمرهم هاد الحبات اللي عندي. اذا هما معنا نخليهم حتى يشدوا رواحهم مليح باش ندير لهم التزيين من الفوق. اذا كما رانا نشوفوا هادو تاع الشوكولا عملت لهم هاد التزيين، يتباعوا شوكولا بيضاء هكذا ملويه، وهادوما تاع السيترون. واش راح ندير لهم؟ هنا طلعت شويه تاع كريم شانتيي ونزين بهم لي طارت تاعنا بهذه الطريقه، يعني تزيين خفيف. اللي تحب دير لا ميرينغ دير لا ميرينغ طبيعه الحال. اذا نزينهم كاملين ندخلهم في الفريجدير يبردوا شويه من بعد نقدموهم. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. هذيك اللي درت لها شانتي شويه تاع المكسرات على الوجه، تاع الشوكولا درت لها، يعني كل واحد يزين على حساب الرغبه نتاعو وعلى حساب واش عنده. شوفوا شحال دارت لي من حبه، دارت لي 10 حبات، يعني تحفه. 125 غرام مارغرين، وشفتوا المقادير كلها قليله، 50 غرام شوكولا، يعني كامل شويه شويه. واش رايكم في يعني في الوصفه؟ واش رايكم في الفكره؟ ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. راح نقسموا حبه باش نشوفوا القوام تاع هاد لي طارت كيفاش جاونا. اذا بسم الله. مثلا انا كانوا عندي هادو اون بلاستيك، تقدري ديري لي كيسات عادي، فقط هنا هادو ساعدوني، شفتوا جاو قيس. راح نقسمهم هذه على 2 وهذه على 2 باش نشوفوا القوام الداخل كيفاش جانا. وكما تكثريش الخميره لي فون دو طارت ما مش راح يجوا يتفتوا، يعني راح يشدونا شحال من يوم. بسم الله. اذا نقسم. اذا هذه اللي درناها ذوق السيترون، لاحظوا معايا تشاهي ريحه السيترون فيها، وهذه اللي درناها شوكولا مع الكراميل. تقدروا تزيدوا المكسرات، البنان كيما حبيتوا. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه.
اللي متأكدة أنها راح تنال إعجابكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.